بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي ومباريات دوري نجوم العراق وصولا إلى الجولة 37 لهذا الموسم والجولة ما قبل الأخيرة، ومباراة تجمع ما بين فريقي الكهرباء يضيف في ملعب الزوراء الملعب الافتراضي للكهرباء، يضيف فريق القرمة في هذا اللقاء في مباراة مهمة طبعا للقرمة وأيضا للكهرباء لتحسين موقع الفريقين في جدول الترتيب. مباراة مهمة، مباراة ننتظر منها الكثير من الأداء والندية والإثارة. نادي الكهرباء 3 جولات لم يحقق الانتصار، بينما فريق القرمة قادم من 3 انتصارات متتالية، لذلك يحاول فريق الكهرباء أن يوقف زحف فريق نادي القرمة، الفريق اللي يقع في المركز السابع برصيد 55 نقطة، بينما فريق الكهرباء بالمركز الثالث عشر ب45 نقطة. لذلك كل فريق اليوم يطمح بأن يحقق الانتصار في هذا اللقاء. طبعا المباراة الأولى والوحيدة في تاريخ المواجهات ما بين الفريقين في المرحلة الأولى، وانتهت بنتيجة التعادل 1-1. نهاد محمد هو من سجل للكهرباء، وبينما علاء الدين الدالي اللاعب السوري هو من سجل لنادي القرمة. هنا الدولي واثق محمد هو اللي يقود هذا اللقاء، نتمنى أن يوفق واثق محمد وزملائه الطاقم التحكيمي لمباراة اليوم بقيادة المباراة إلى بر الأمان، طبعا يساعده سفين قادر، وضياء غالب مساعد ثاني، حكم رابع آيات زاحم، في غرفة الفار سالم عامر، والمساعد أكرم علي. إذن يبدأ العد التنازلي وتنطلق المباراة لأصحاب الأرض في هذا اللقاء. نادي الكهرباء اللي يلعب من اليسار اليمين بزيه البرتقالي الكامل، بينما فريق نادي القرمة يلعب من اليمين لليسار بالألوان البيضاء الموشحة بالسراويل الزرقاء. انطلقت المباراة على بركة الله، نتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة، مباراة جميلة، مباراة تليق باسم الفريقين على مستوى دوري نجوم العراق، بعد تقديم نادي القرمة أداء مميز وأداء أكثر من رائع في أول موسم له في دوري الكبار، وأمام الفريق الكهرباء اللي طالما كان معاصرا للدوري العراقي لفترة ليست بالقليلة. نذكر بتشكيل الفريقين وخيارات الفريقين لهذا اللقاء، ونبدأ من الفريق الضيف نادي القرمة ومدربه أحمد خلف، اللي يلعب بليس ساجد الحارس الشاب، لحراسة المرمى ريتشارد كاسكا اللاعب الأوغندي، وجيفرسون باهيا، محمود خضير لخط الدفاع، للوسط هيرنلسون كارما اللاعب الأنغولي، شهاب رزاق، مؤمل عبد الرضا، محمد مزهر، منتظر عبد الأمير، ولخط الهجوم يلعب باللاعب من النيجر يوسف أمارو وعلاء الدين الدالي. هذه تشكيلة فريق القرمة لهذا اللقاء، بينما على الجانب الآخر خيارات المدرب راضي شنيش المدرب نادي الكهرباء، اللي يلعب بأمجد رحيم لحراسة المرمى، ستار جبار، منتظر رحيم، علي خالد، خضر علي لخط الدفاع، للوسط حسين جاسم، معين أحمد، وعلي رحيم، منتظر عادل أحمد عايد، ولخط الهجوم يلعب بوقاع رمضان. هذه تشكيلة نادي الكهرباء. جمهور القرمة حاضر مؤازر، هذا شهاب رزاق، سبق وأن لعب للكرخ وللقوة الجوية شهاب رزاق، فترة قليلة لعب مع منتخبنا الوطني العراقي. كرة عادت جيفرسون باهيا اللاعب البرازيلي، كرة عادت الوسط، منتظر يحاول أن يمر عن طريق الوسط لكن من أمامه تبعد، عادت عن طريق محمود خضير اللي يعيدها بدوره إلى ريتشارد، هذا اللاعب معين أحمد لاعب النجف السابق. كرة تبعد من دفاعات نادي القرمة لتعود الآن للكهرباء، عملية المرور لكن الإبعاد، وهنا حكم المباراة الدولي واثق محمد يشير إلى وجود خطأ، ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الكهرباء، ركلة حرة، يحاول أن يواصل سلسلة نتائج جيدة من خلال الجولات الأخيرة. نادي القرمة في آخر 3 جولات حقق الفوز على الكرخ وكربلاء، وآخرها كانت على دهوك، بينما فريق الكهرباء منذ 3 جولات لم يحقق الانتصار، خسر من النجف والحدود وتعادل في مباراة الأخيرة أمام نادي النفط. لذلك كل فريق يطمح ب3 نقاط من خلال هذا اللقاء. كرة النقل لجهة اليسار، المحاولة تستمر،
نادي القرمة. علاء الدين يحاول أن ينطلق اللاعب السوري، عنده 5 أهداف علاء الدين الدالي، سجل على كربلاء والنجف وأربيل ونفط ميسان والكهرباء في مباراة الذهاب. مباراة اللي انتهت 1-1 ما بين الفريقين. علاء الدين الدالي اللاعب اللي سبق وأن مثل نفط ميسان اللي حقق انتصار قبل هذه المباراة على حساب النجف ب3 أهداف مقابل هدف واحد. كرة عائدة من الدفاعات، منتظر رحيم، عملية تمرير الأمام، هجوم الآن للكهرباء، يحاول الضغط على مرمى فريق نادي القرمة، عملية تحضير، لكن اليوم غياب لنهاد وبعض الأسماء المهمة مع فريق الكهرباء. مدرب راضي شنيشل يعطي الفرصة لأسماء قد تكون ليست بالتشكيل الأساسي في المباريات الماضية. تحدث عن سيان جاسم، عن معين، عن علي رحيم، عن أحمد عايد. بعض الأسماء ما تكون أساسية مع فريق الكهرباء، لكن اليوم يدفع بها المدرب راضي شنيشل من خلال هذا اللقاء. عادت لستار جبار قلب الدفاع لفريق الكهرباء، ينقل الكرة إلى جهة اليسار، المحاولة تستمر بأقدام لاعبي فريق الكهرباء، بأقدام لاعبي فريق الكهرباء. هذا خضر علي مدافع اليمين، خضر ينقل الكرة الوسط، خضر. كهرباء يحاول أن يحقق الأفضلية، علي رحيم انقل الوسط، علي رحيم عملية تغيير هناك لجهة اليسار لمصلحة فريق الكهرباء. كرة أمامية خطيرة على مرمى القرمة، ممكن الكهرباء يفاجئ القرمة بهدف في هذه اللحظات. مرت من أمام المرمى، عادت لدفاعات فريق نادي القرمة، عادت لدفاعات القرمة، ومنتظر عبد الأمير من أمامه تبعد عن طريق خضر علي. هذا قد يكون أصغر حارس مرمى في دورينا خلال هذا الموسم، ليس ساجد، 19 عام ليس ساجد حارس المرمى لنادي القرمة. لكن أغلب المباريات كان وجود الحارس الخبرة، الحارس الدولي السابق محمد حميد هو في حراسة مرمى نادي القرمة، لكن آخر المباريات ساجد يأخذ دوره. ليس ساجد الحارس لنادي القرمة، كرة داخل منطقة الجزاء لصالح القرمة، لكن تصل لحارس المرمى للكهرباء أمجد رحيم. أمجد رحيم. هنا راضي شنيشل مدرب نادي الكهرباء، درب الأندية الكبار الأربعة، نتحدث عن الزوراء، عن القوة الجوية، عن الشرطة، عن الطلبة، وأيضا درب نفط ميسان، درب منتخبنا الأولمبي العراقي، درب منتخبنا الوطني. يعني سيفي ممتاز لمدرب نادي الكهرباء، لأول مرة هو يقود نادي الكهرباء. طبعا جاء خلفا للمدرب ولي كريم مدرب نادي النجف الحالي، وأيضا أحمد خلف جاء خلفا للمدرب غازي فهد اللي بدأ المشوار مع القرمة كمدرب. غازي فهد. هذا وقاع رمضان، وقاع كان واضح في الصورة، وقاع رمضان عنده 4 أهداف على الحدود ونفط البصرة وأربيل وكربلاء. هو جاء للكهرباء من نادي الكرخ، وقبل نادي الكرخ كان يلعب مع الطلب. وقاع رمضان مهاجم فريق نادي الكهرباء. كرة أمامية للقرمة، بعاد من ستار جبار. أجواء جميلة في ملعب الزوراء، جماهير القرمة المؤازرة المحبة والزاحفة خلف الفريق إلى العاصمة بغداد. هنا محاولة قريبة لمنطقة الجزاء، ممكن يستغلها وقاع، ممكن المرور داخل منطقة الجزاء، وهذا منتظر عادل جاء من الحدود، الفريق اللي هبط بشكل رسمي مع نادي كربلاء إلى الدوري الممتاز العراقي. الحدود وكربلاء. نفط البصرة يلعب مباراة البلاي أوف مع صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز العراقي. خلاص المراكز الأولى حسمت للشرطة كبطل للدوري العراقي الموسم الرابع على التوالي، وأيضا يأتي بعد نادي الزوراء ومن ثم زاخو اللي يلعب بنفس التوقيت مع القوة الجوية في هذه اللحظات. يعني المراكز الثلاث الأولى حسمت للشرطة والزوراء وزاخو، بينما المراكز الأخيرة والهبوط لكربلاء والحدود ونفط البصرة يلعب البلاي أوف. وبعد ذلك المباريات المتبقية تبقى تحصيل حاصل فقط لتحسين مواقع الفرق في جدول الترتيب لدوري نجوم العراقي. لكن طموحات نادي القرمة الوصول إلى بطولة السوبر. هو الآن في المركز السابع في حال الانتصار
ممكن يصل إلى المركز الخامس بدلا من القوة الجوية والنفط اللي حقق انتصار كبير على نادي كربلاء يوم أمس ب4 أهداف لهدفين. لذلك النفط الآن سادس والقرمة سابع والقوة الجوية خامس. والقرمة إذا ما حقق الانتصار سيصل إلى المركز الخامس إذا ما تعثر الجوية أمام زاخ. كرة عادت للدفاعات، هذا ريتشارد أقرب لمحمود خضير ينقلها للوسط. كارما اللاعب الأنغولي، هيرنلسون كارما، هذا محمود خضير لهيرنلسون. كارما يحاول عملية اللف والدوران لمنتظر عبد الأمير، يعيدها الخلف منتظر جيفرسون باهيا إلى شهاب رزاق. كرة يتناقل لاعبي نادي القرم، عملية تدوير اللعب من اليسار اليمين بالنسبة لفريق القرمة، يحاول أن يجد الثغرات أمام دفاعات الكهرباء للوصول إلى التقدم في هذه اللحظات. هذا مؤمل يلعب كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى الكهرباء. منتظر عبد الأمير يخسرها منتظر، عادت للاعبي فريق الكهرباء. كرة عن طريق الوسط علي رحيم، عائدة أوه خطرة خطرة، عادها بهذه الطريقة كان ممكن تكلف الكثير خلال اللقطة الماضية أحمد عايد. كرة تعود للوسط الآن الكهرباء، عملية المرور ممكن الآن ممكن نشاهد الكهرباء في هذه اللحظات، عملية نقل الكرة داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة. منتظر عادل اللي كان ينتظر هذه الكرة عنده 3 أهداف على دهوك وديالا ونوروز. منتظر عادل والده المدرب القدير طبعا عادل نعمة، شقيقة عباس أيضا موجود مع الكهرباء، كانوا أساسيين في مباراة الكهرباء والنفط الأخير، وعادل نعمة هو مدرب النفط. كرة عادت الخلف لمصلحة فريق نادي القرمة. صقور الغربية أمام البرتقالي في مباراة تحسين المواقع والترتيب. هذا محمود خضير جهة اليسار اللي يعيدها إلى خط الدفاع. ريتشارد يلعب كرة أمامية، ريتشارد من أمام الدالي والضغط من علاء الدين الدالي، عادت لأمجد رحيم حارس المرمى لنادي الكهرباء. أمجد رحيم نفط ميسان القوة الجوية، يعني الأندية اللي مثلها طبعا أمجد رحيم حارس المرمى لنادي الكهرباء. ستار خضر علي، طالت على خضر علي إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية. هذا هو خضر علي مدافع اليمين. محمود خضير داخل منطقة الجزاء، ممكن يوسف أومارو صاحب 10 أهداف مع فريق نادي القرمة خلال هذا الموسم، هو جاء في فترة الانتقالات الشتوية طبعا، سجل 10 أهداف يوسف أومارو، 3 على نادي القاسم، هدف على دهوك وهدفين، هدف على النجف، 2 على الحدود وهدف على نوروز وهدفين على القوة الجوية. لاعب من النيجر يوسف آمارو مهاجم فريق القرم. كرة من جهة اليسار للكهرباء، عملية تدوير قريبة لمنطقة الجزاء، عملية تمرير لكن خاطئة، عادل لمؤمل، مؤمل عبد الرضا اللاعب القادم من الطلبة. مؤمل عادت الوسط الآن، ممكن يوسف آمارو علاء الدين الدالي، ممكن الآن علاء يواجه لاعبين لفريق نادي الكهرباء. علاء الدين الدالي مر بهذه الطريقة يحاول التسديد لكن الضغط على علاء الدين الدالي، ضغط على الدالي، ضغط على الدالي. إن شاء الله بالسلامة لستار جبار مدافع الكهرباء. سبق اللعب طبعا لنفط ميسان للنجف ستار جبار. لاحظ الإعادة نفط ميسان، لاحظ الارتطام ما بينه وما بين يوسف أومارو. يوسف أومارو بعد ذلك انطلق على الدين الدالي والتغط من محمود خضير أو خضر علي مدافع الكهرباء. خضر علي، لاحظ هذه الكرة العائدة بهذه الطريقة من أحمد عايد، أعادها بطريقة صعبة على أمجد رحيم لكن
تعامل ممتاز من حارس المرمى للكهرباء أمجد رحيم مع توجيهات المدرب راضي شنيشل مدرب فريق نادي الكهرباء. هذا هو أمجد رحيم. كرة النقل الوسط الآن أحمد عايد، يحاول يمر أحمد عايد، عنده هدفين على أربيل والحدود، يعيدها لستار جبار. ستار علي رحيم للوسط، خضر علي جهة اليمين الكهرباء. عملية الدوران من معين أحمد جهة اليسار الآن الكهرباء. الكهرباء يحاول دائما يفعل الأطراف اليمين اليسار لإيجاد الفرصة للوصول إلى مرمى القرمة. هنا التسديدة على المرمى لكن بعيدة بعيدة جدا عن مرمى فريق نادي القرمة. كرة وقاع رمضان، وقاع رمضان. ربع ساعة مرت يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي ودوري نجوم العراق، والجولة ما قبل الأخيرة. سيسدل الستار في الجولة القادمة، سيسدل الستار في الجولة القادمة. ومباريات الجولة الأخيرة النجف الطلبة، الميناء ديالى، الكرخ دهوك ونفط البصرة، أربيل الجوية، نفط ميسان، الحدود يقابل كربلاء، والقرمة سيضيف نادي زاخو، والنفط يقابل الزوراء، ونادي القاسم يضيف نادي الشرطة، ونوروز يضيف الكهرباء. أي أن الكهرباء سيختتم مشواره في دوري نجوم العراق هناك في ملعب نوروز، بينما القرمة سيختتم مشواره خلال هذا الموسم أمام زاخو في ملعب الرمادي. كرة عادت الوسط، مرور ناجح عن طريق معين أحمد، عيدها إلى ستار جبار، مرور ناجح أو علي رحيم، حاول يغير اللعب للجهة البعيد لكن لم تصل بالشكل المطلوب. عادت إلى مؤمل، حاول ينطلق بسرعة مؤمل. عبد الرضا عن طريق الجانب الأيمن، مؤمل عبد الرضا يحاول إيجاد المساحة للتمرير إلى كارمو، عودة للخلف جيفرسون، شهاب رزاق، محمد مزهر لشهاب رزاق، جيفرسون. كرة لا زالت بحوزة لاعبي نادي القرمة، يدافع من المنتصف لاعبي فريق الكهرباء. عملية التغيير هنا محمود خضير، حاول ينطلق لأمام محمود إلى منتظر عبد الأمير، منتظر عبد الأمير، عودة إلى كارمو، كارمو، كرة منتظر أمارو داخل منطقة الجزاء. علاء الدين ممكن الآن القرمة على المرمى لكن مرت وأبعدت في اللحظة الأخيرة من ستار. تدخل ممتاز من مدافع الكهرباء ستار جبار، ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة. لا زالت لا زالت لا زالت لا زالت للقرمة على مرمى الكهرباء، وهذا منتظر، هي كرة داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك الإبعاد أيضا من ستار، الإبعاد أيضا من ستار جبار. هذا هو ستار جبار، لاعب يمتلك الخبرة في دورينا، لاعب ومدافع نادي الكهرباء، بينما واضح في الصورة علاء الدين الدالي. هذا آمارو والدالي للمرة الثانية، الدالي يواجه المرمى، ومحمود خضير المتقدم للأمام كان ممكن عنده الفرصة تسديد بالمباشر لكن لولا براعة المدافع ستار جبار لشاهدنا هدف في القرمة. لاحظ الإعادة ولاحظ التدخل دون ارتكاب الخطأ، دون ارتكاب الخطأ من ستار جبار. هذا محمود خضير إلى خارج الملعب، رمية جانبية، ستار جبار بعد رحلة طويلة للفريقين على مستوى الدوري العراقي. يعني قد يكون المركز غير جيد بالنسبة لفريق نادي الكهرباء على اعتبار أنه منذ فترة طويلة تقريبا 20 عام هو موجود في الدوري العراقي. هو كان أول ظهور للكهرباء موسم 2004-2005. هنا المحاولة ممكن محمد مزهر داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة، الدالي ومرت على الدالي، مرت على علاء الدين الدالي. هذه المرة خضر علي يتدخل بشكل رائع أمام الدالي، مرة ستار جبار ومرة خضر علي، والأفضلية والتهديد للاعبي فريق نادي القرمة على مرمى الكهرباء. لاحظ هنا الإعادة، وهذا علاء الدين الدالي لكن خضر علي في اللحظة الأخيرة أبعدها
الى ركله ركنيه، الى ركله ركنيه لصالح نادي القرم، ركنيه للقرم. افضل فريق القرمه على حساب الكهرباء. صقور الغربيه امام كهرباء، يبدو لي هناك رايه، اعتقد كانت رايه بوجود حاله تسلل على علاء الدين الدالي، كان متسلل. ينفذ الخطا والتسلل. كرة عالية للأمام، بحث عن وقاع، لكن باهية جيفرسون بالإضافة إلى ريشارد لاعب الأوغندي قلبي الدفاع لفريق نادي القرمة، والدفاع الممتاز هذا محمد مزهر. عملية تمرير إلى مؤمل، يحاول أن يمر مؤمل عبد الرضا لكن يعيدها للخلف إلى كارمو، لكن تمرير كارمو خاطئة، تعود إلى شاب رزاق. جيفرسون باهية للأمام، حكم اللقاء دولي واثق محمد يشير الاستمرار إن شاء الله بالسلامة لمنتظر عبد الأمير، وهذا جيفرسون باهية يهيئ كرة الأمام. منتظر لا زال يشكو من الإصابة، أتمنى يبعد الكرة إلى الخارج. سلامة اللاعب أولا، سلامة اللاعب أولا قبل النتيجة. جماهير القرمة حاضرة في ملعب الزوراء، الملعب الافتراضي لنادي الكهرباء، بطموحات القرمة العودة بنقاط المباراة. على الجانب الآخر بنفس التوقيت أيضا مباراة زاخو والقوة الجوية، تعادل بدون أهداف لغاية الآن. كرة الوسط، يوم غد ستختتم هذه الجولة بلقاء الكرخ أربيل والكرخ، وأيضا الطلبة ونادي القاسم، بالإضافة إلى مباراة دهوك ونوروز. 3 مباريات يوم غد، هي ستكون الختام للجولة 37. هذا خضر علي لعبها بشكل خاطئ بعيدة عن مرمى القرمة. محمد مزهر حقق الألقاب مع الشرطة الموسم الماضي واللي قبله. محمد مزهر بداياته من نفط ميسان، من فرسان المملكة. محمد مزهر مستويات أكثر من رائعة مع القرمة خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى شاب رزاق والأسماء الأخرى اللي قدمت مستوى كبير. تحدث عن محمد عدنان دوحي، عطاءات كبيرة. لديهم مهاجم نيجيري هو جون أوكلي اللي كانت بدايته ممتازة مع فريق القرمة، لكن الإصابة حالت دون استمراره وبقائه بنفس التوهج والتألق، وبالتالي غاب لفترة طويلة عن مباريات فريق نادي القرمة. لذلك جون أوكلي غائب منذ فترة، يلعب بديل في بعض المباريات، لكن هو ما مسجل منذ المرحلة الأولى والجولات الأولى في دوري النجوم العراق. هذا الحديث عن جون أوكلي اللاعب النيجيري. كرة من جهة اليمين الآن لصالح نادي القرمة، عائدة إلى ريتشارد، إلى كارمو، اللاعب الأنغولي يلعب كرة لأمام كارمو. حكم المباراة يعطي مبدأ إتاحة الفرصة على الدين الدالي، كان يطالب بخطأ لكن حكم اللقاء لاحظ أن الكرة بحوزة لاعبي فريق نادي القرمة. هذا منتظر، حاول يمر منتظر عبد الأمير، يعيدها للخلف، تبقى إلى جيفرسون باهي، ينقلها إلى شاب رزاق. تحفظ دفاعي من قبل لاعبي فريق نادي الكهرباء أمام محاولات نادي القرمة. لاحظ في حال هجمة للقرمة يدافع ب8 لاعبين فريق نادي الكهرباء، في حال الهجمة تكون لفريق نادي القرمة نشاهد لاعبي الكهرباء يدافعون ب8 لاعبين، لذلك لا زال لاعبي القرمة يجدون صعوبة في اختراق دفاعات الكهرباء. لاحظوا التدخل والخطأ إن شاء الله بالسلامة لستار جبار مدافع للكهرباء الدولي واثق محمد. كرة الوسط، عملية تمرير ابعاد من جيفرسون،
عادت الوسط، ممكن الآن فريق القرمة يوسف أومارو يعيدها إلى منتظر، أومارو إلى منتظر قريب من الخط الجانبي، يعتقد طارت على منتظر عبد الأمير إلى خارج أرضية الملعب لرمية جانب. قوة جوية زوراء زاخو منتظر عبد الأمير، كرة لدفاعات نادي الكهرباء مع التغيير. هناك على الجانب الأيسر علي خالد يهيئها للأمام لاعبي فريق نادي الكهرباء، لكن دفاع القرمة والإبعاد. يمتلك خط دفاع جيد فريق نادي القرمة، هو طبعا مسجل 42 هدف وعليه 31 هدف، بينما الكهرباء سجل 34 هدف وعليه 39 هدف. كرة تعود لدفاعات فريق نادي الكهرباء، عملية تغيير هناك على جهة اليسار، محاولة زالت قائمة، عودة إلى ستار جبار، ستار حاول تمرير الوسط، تعود من جديد، عائدة من علي خالد لعلي رحيم، يغير اللعب، هذا حسين جاسم شقيقه نجمنا الدولي علي جاسم، حسين جاسم شقيقهم الآخر عباد جاسم، والله ما أعرف وين الآن هو موجود. عباد جاسم آخر محطة كانت إلى مع نفط الوصل، أشقاء نجمنا الدولي علي جاسم، بالإضافة إلى أحمد جاسم أيضا اللي يمثل منتخب ناشئي العراق. كرة النقل الأمام جهة اليسار، علاء الدين يحاول ينطلق للأمام لكن بعيدة عن علاء الدين الدالي إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية للكهرباء. خضر علي، خضر للوسط، حسين لعلي رحيم، علي حاول التقدم، علي رحيم لاعب الوسط للكهرباء يغير اللعب لجهة اليسار، هناك على الطرف الأيسر المحاولة تستمر، الكهرباء يجي الصعوبة، يجي الصعوبة لاعبي الكهرباء، واضح انه لاعبي القرمة غالقين المنافذ تماما على لاعبي الكهرباء، غالقين المنافذ تماما على فريق الكهرباء لاعبي القرمة، لذلك تحركات لاعبي الكهرباء صعبة جدا، وعدم وصول الكرة إلى وقاع رمضان بشكل جيد. هذا جيفرسون باهية، حكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ علاء الدين الدالي، ركلة حرة، علي خالد يرتكب خطأ بعد التدخل على علاء الدين الدالي، لذلك حكم المباراة أشار لوجود خطأ ركلة حرة لمصلحة فريق نادي القرمة للقرمة في هذه اللحظات. لاحظ المحاولة مرت راية، راية والتسلل على محمد مزهر لاعب الوسط لفريق نادي القرمة. لاحظ هنا الإعادة والانطلاقة من محمد مزهر اللي كان في وضع تسلل، كان في وضع تسلل محمد مزهر. كان عنده الفرصة هذا أحمد، عايد، وهنا حكم المباراة يعطي كولينج بريك، دقيقة التبريد في هذه اللحظات للاعبي فريق الكهرباء والقرمة. تعادل يستمر بدون أهداف لغاية الآن، وهذا التعادل لا يغير من تسلسل الفريقين على مستوى الترتيب، يعني القرمة ويبقى سابعا ونادي الكهرباء بالمركز 13.
اكيد مدرب راضي شنيشل يوجه لاعبيه في هذه اللحظات على امل ان يكون الاداء افضل، لان الاداء لم يرتقي الى المستوى المطلوب من جانب فريق الكهرباء حتى هذه اللحظات. هذا جمهور القرمة الحاضر المتواجد في ملعب الزوراء. وعلى فكرة الفانلة الخاصة بنادي القرمة أيضا هي اللون البرتقالي. هذا أحمد خلف، أحمد خلف مدرب القرمة. إذا ركلة حرة غير مباشرة لصالح نادي الكهرباء من حالة تسلل. عودة لأجواء المباراة، حكم المباراة يعيدها حكم المباراة. ركلة حرة غير مباشرة، حالة تسلل على محمد مزر، ينفذ الخطأ. عائدة إلى دفاعات الكهرباء. هذا محمود خضير، عملية التمرير أو خضر علي، لكن يخسر لاعبي فريق الكهرباء. عادة الوسط شاب رزاق، عيد المنتصف شاب، تبقى مع لاعبي القرمة. مؤمل، ريتشارد للوسط إلى محمد مزر، محمد يعيد إلى ريتشارد. مؤمل عبد الرضا ينقل الكرة الأمام لكن خاطئة من مؤمل. عادة الوسط لفريق الكهرباء، عملية تغيير اللاعب لجهة اليسار. ممكن فريق الكهرباء صعب الوصول، يعني دائما ما تصل إلى منتصف الملعب ثم تعود للقرم. كرات للاعبي فريق نادي الكهرباء، عادت من جديد للكهرباء. أغلب الكرات مقطوعة في المنتصف، عادت من جديد القرمة يفتك الكرة ومحمد مزر يعيدها للوسط. تبقى المحاولة، منتظر هي كرة لمحمد لكن أمامه تبعد محمد، من أمامه تبعد محمد. منتظر عادل، علي منتظر للوسط لمصلحة فريق الكهرباء. عملية تمرير، أحمد عايد لوقاع لكن بعيد عن وقاع، أقرب لحارس المرمى ليث ساجد. هذا هو وقاع رمضان، لاعب ومهاجم القرمة. عملية التغيير، محمود خضير إلى هيرنلسون كارما، اللاعب الأنغولي شاب رزاق يحاول التقدم الأمام. شاب للمنتصف إلى يوسف أومارو جهة اليسار. منتظر يحاول يمر، منتظر عبد الأمير، ولا زلنا ننتظر هدف سواء كان للقرمة أو للكهرباء. أكيد الهدف سيغير من واقع الأداء للفريقين إذا ما سجل أحد الفريقين هدف في هذه اللحظات. عادت للكهرباء، عملية المرور والتمرير. الكهرباء يحاول يستغل تقدم لاعبي فريق القرمة. عملية المرور عن طريق الوسط، حسين جاسم هيئها لجهة اليسار. تبقى للكهرباء، حسين ممكن يعكس كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة لكن جيفرسون يبعدها إلى خارج الملعب بركنية. جيفرسون باهية، لاعب ومدافع نادي القرمة، وهذا حسين جاسم على التنفيذ للركنية. كهرباء والركنية الأولى على مرمى فريق نادي القرمة في هذه اللحظات. حسين جاسم تركب دوره إلى علي رحيم على تنفيذ الركنية. حكم المباراة ونظرة داخل منطقة الجزاء لفك الاشتباك ما بين لاعبي القرمة والكهرباء. ركنية للكهرباء مع تراجع لاعبي القرمة وتقدم لاعبي الكهرباء داخل منطقة الجزاء. تستمر المحاولة، ريتشارد وإبعاد من محمود خضير إلى خارج الملعب لرمية جانب. اللاعب القادم من الحدود محمود خضير، وهذا منتظر عادل أيضا من الحدود مع الكهرباء.
خضر علي حاول يعكس كرة داخل منطقة الجزاء لمرمى فريق القرمة. عملية الإبعاد شاب من جديد أقرب لعلاء الدين المتراجع للخلف. هذا كارمو حاول يهيئ كرة جهة اليسار. محمود يعيدها إلى شاب رزاق. شاب عودة إلى جيفرسون باهية. محمود خضير تنقل الوسط. منتظر من أمامه تبعد. منتظر عادت لجيفرسون من جديد. فعالية خط الهجوم لا زالت غائبة للدالي وأومارو. هذا هو أومارو لاعب ممتاز جدا مهاجم جيد يقتنص الفرص يسجل. هنا المحاولة لصالح نادي القرمة لكن تبعد. ممكن مرتدة فريق الكهرباء. مرتدة ممكن لكن صعبة على وقاع. صعبة على وقاع. ينقلها إلى جهة اليسار وقاع. ينقلها إلى جهة اليسار وقاع إلى معين أحمد. معين تصطد وتبعد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية. هذا محمد مزر. هذا محمد مزر. رمية جانبية. منتظر رحيم. منتظر على التنفيذ للرمية الجانبية. عادت لمنتظر من جديد. حاول مرور ناجح لمنتظر. حاول إيجاد المساحة للتمرير. قلة داخل منطقة الجزاء. تدخل من جيفرسون. محاولة تستمر. ممكن الكهرباء على المرمى بالمباشر والحارس مرة أولى وثانية كان ممكن يخطئ. كان ممكن يخطئ لو وصلت لمنتظر عادل. حارس المرمى ليث ساجد. ليث ساجد مرة أولى وثانية كانت قريبة جدا لمنتظر عادل. كان ينتظر الكرة هذه منتظر عادل. لاحظ اصطدت بكارمو وغيرت مسارها على الحارس ليث. وكانت المتابعة من منتظر عادل نعمة. لاحظ الإعادة مرة أولى وثانية كادت أن تكلف الكثير هذه اللقطة حارس المرمى. كانت صعبة. حاول الامساك لكن طالت. ومن ثم منتظر عادل كان قريب جدا للوصول للكرة والتسجيل. المحاولة تعود من جديد. عملية الهجوم. أحمد عايد. أحمد عايد على المرمى بالمباشر لكن سهلة لليث. سهلة لليث ساجد. هذا أحمد عايد. أحمد عايد هدفيا على أربيل والحدود. أحمد عايد. كرة الوسط. شاب رزاق يحاول يمر. مؤمل أمامية من مؤمل. عملية الهجوم. هذا يوسف أومارو لكن قطع من أمام يوسف أومارو. من ستار جبار تعود لجهة اليمين. المحاولة تستمر. منتظر عادل. منتظر بعيدة عن وقاع. لاحظ وقاع ينفعل على منتظر. ريتشارد للوسط الآن القرمة. مرور ممتاز من محمد مزهر. ينطلق للأمام. ينقلها إلى علاء الدين. الدالي ممكن القرمة. حاول علاء الدين. الدالي حاول يمر بالمهارة. علاء الدين لا زال يحتفظ بالكرة. علاء الدين لكن يخسرها بتمريرة خاطئة لتعود لفريق نادي الكهرباء. مع تراجع وقاع اللي يعيدها إلى خضر علي. خضر والتقدم للوسط. المحاولة تستمر. كهرباء. وقاع يحتفظ بالكرة ويحصل على خطأ. وقاع رمضان. كل مدرب لديه خيارات في الشوط الثاني. ممكن أن يدفع بأكثر من لاعب. بالنسبة للمدرب راضي شنيشل وأيضا للمدرب أحمد خلف مدرب فريق نادي القرمة. هذا هو وقاع. رمضان يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة لصالح نادي الكهرباء. نفذ الخطأ لكن أيضا عادت للقرمة. جهة اليمين. مؤمل يعيدها إلى ريتشارد غاسكا. اللاعب الأوغندي. محمد مزهر للوسط. عادت إلى هيرنلسون كارما. جيفرسون باهية. كرة بحوزة لاعبي فريق نادي القرمة. عملية تمرير لكن بعيدة عن محمود خضير إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية للكهرباء من الجهة القريبة. رمية جانبية للكهرباء.
راضي شنيشل رابع آسيا 2015 في استراليا في آسيا مع منتخبنا الوطني، استطاع أن يصل بمنتخبنا الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس الأخيرة 2024 في باريس. راضي شنيشل هو كان مدرب لمنتخبنا الأولمبي العراقي. كرة تعود لدفاعات الكهرباء، عملية تمرير عن طريق الجانب الأيمن، عائدة من خضر علي، خضر لعلي خالد، علي رحيم، ستار جبار، ستار منتظر رحيم جهة اليسار. المحاولة تستمر لفريق الكهرباء اللي يمتلك الكرة الآن فريق الكهرباء. معين أحمد، عيد إلى منتظر، عائدة لدفاعات فريق الكهرباء. 40 دقيقة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل يستمر ما بين الفريقين بدون أهداف لغاية الآن، بدون أهداف لغاية الآن، بدون أهداف لغاية الآن ما بين القرمة والكهرباء لحساب الجولة 37 لدوري نجوم العراق. هجوم الآن ممكن، مؤمل، هيئ الكرة إلى جهة اليمين، محاولة تعود لمصلحة فريق نادي القرمة، وأيضا خاطئة التمريرة. يعني لو تلاحظ عزيزي المشاهد، يعني أغلب الكرات في المنتصف إذا كانت بحوزة لاعبي فريق الكهرباء دائما ما التسليم يكون خاطئ، وأيضا إذا ما كانت بحوزة لاعبي فريق القرمة أيضا التسليم خاطئ. لذلك تلاحظ أخطاء كثيرة في التمرير للاعبي الفريقين، ومرت إلى الخارج، مرت إلى الخارج. محاولة وقاع رمضان، وقاع رمضان في موقف غير متسلل، وهذا محمد مسهر يشكو من إصابة، إن شاء الله بالسلامة محمد مسهر لاعب الوسط لنادي القرمة يشكو من إصابة محمد مسهر. لاحظ بعض اللقطات من مخرج المباراة، وتمريرة منتظر على رأس وقاع اللي كانت صعبة، يعني في زاوية صعبة كانت على وقاع رمضان. لاحظ مرت بهذه الطريقة ومررها منتظر ووقاع، كانت الزاوية صعبة على وقاع رمضان. سيختتم الكهرباء والقرمة دوري نجوم العراق خلال هذا الموسم، وبعد ذلك تبدأ الاستعدادات للموسم المقبل، الاستعدادات للموسم المقبل. يعني الفريقين ما موجودين في بطولة الكأس، لأن لدينا لا زال هناك ربع نهائي بطولة الكأس، والقرمة والكهرباء غير موجودين في ربع نهائي بطولة الكأس. لكن ممكن صاحب المركز السادس يكون في بطولة السوبر، والقرمة ممكن يكون هو صاحب المركز السادس في حال حقق الانتصار في هذا اللقاء. الآن زاخو يتقدم على القوة الجوية بهدف للا شيء. علاء الدين الدالي واضح امامنا في الصورة، رمية جانبية لصالح نادي القرمة. محمود خضير، منتظر، يخسرها منتظر عبد الامير، عادة الوسط لصالح نادي الكهرباء. هناك خطأ للكهرباء، ركلة حرة لصالح نادي الكهرباء. ركلة حرة لصالح نادي الكهرباء. أحمد ياسين يسجل لفريق نادي زاخو في مرمى القوة الجوية بنفس التوقيت لهذه المباراة. كرة عادة الدفاع، ستار جبار يعيدها لحارس المرمى أمجد رحيم. أمجد بالمباشر إلى علي رحيم. علي بدوره ينقلها إلى جهة اليمين. المحاولة تستمر لصالح نادي الكهرباء. حسين جاسم
للوسط من حسين جاسم. هجوم الآن الكهرباء، تغيير اللعب هناك على الطرف الأيسر، على الطرف الأيسر خطيرة 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 الكهرباء، والحارس ليث ساجد. المحاولة تستمر مرة أخرى، حلوة لليث، حلوة لليث ساجد حارس مرمى فريق القرمة، والتدخل في مرة أولى وثانية رغم أن الكرة جاوزت خط المرمى. محاولة الكهرباء تجاوزت خط المرمى. لاحظ الانطلاقة سريعة كانت من اللاعب منتظر رحيم، لكن هيئها داخل منطقة الجزاء. اعتقد طالت على منتظر رحيم بالفعل، مرت خارج الملعب بالفعل. قرار ممتاز من المساعد الأول لحكم المباراة اللي أشار لوجود ركلة مرمى. عملية الهجوم الآن للقرمة مرت إلى خارج أرضية الملعب مع مطالبة محمد مزهر بوجود خطأ ستار جبار. أدوار دفاعية ممتازة لستار جبار. كرة عالية الأمام، بعاد من جيفرسون إلى هيرنلسون الأنغولي جهة اليسار. منتظر عبد الأمير يحاول يمر منتظر، عيدة إلى كارما لكن خاطئة من منتظر. كثير من الكرات المقطوعة من منتظر عبد الأمير تمريرها بشكل خاطئ. عادت لجهة اليسار لمحمود خضير. منتظر عبد الأمير لمحمود خضير، ينقل الكرة الأمام. علاء الدين، هل يفعلها القرمة قبل النهاية للشوط الأول والوصول إلى مرمى الكهرباء، لكن بعيدة عن يوسف أومارو لتصل لحارس المرمى أمجد رحيم. حارس المرمى للكهرباء أمجد رحيم بالمباشر. كرة عادت لدفاعات نادي الكهرباء عالية، أقرب ريتشارد إلى كارمو في المنتصف. هجوم الآن ليلي شاب رزاق يلعبها بشكل خاطئ، عادت لفريق الكهرباء. إذا دقيقتين وقت محتسب بدل ضاع للشوط الأول. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، ولقاء الكهرباء والقرمة لحد الآن التعادل بدون أهداف. مباراة الذهاب انتهت 1-1، كان فيها هدفين، لكن لغاية الآن التعادل بدون أهداف. ننتظر الأهداف. ممكن يتغير كل شيء في الشوط الثاني مع تغييرات المدربين. أعتقد راح يكون هناك تغييرات بالنسبة للكهرباء وأيضا للقرم، لكن أتوقع أن المدرب راضي شنيشل هو اللي راح يغير. رمية جانبية لصالح نادي القرمة، هذا ريتشارد، كرة عالية من ريتشارد. مؤمل عبد الرضا من أمامه تبعد مؤمل، عادت لوسط الكهرباء. محاولة عادت إلى معين أحمد، عيدة إلى علي، هذا خضر علي جهة اليمين الكهرباء. خضر وقاع، متراجع للوسط، المحاولة تستمر، هناك دفع وخطأ. ركلة حرة لصالح نادي الكهرباء. حسين جاسم يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة للكهرباء. قد تكون الفرصة الأخيرة للكهرباء على مرمى القرمة قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية للشوط الأول الدولي واثق محمد، مع وجود ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق الكهرباء. قد تكون الأخيرة في الشوط الأول، قد تكون الأخيرة في الشوط الأول. ركلة حرة للبرتقالي أمام صقور الغربية. الأخطاء 7 كانت للقرمة مقابل 5 أخطاء لمصلحة فريق الكهرباء. ركلة حرة مباشرة تقريبا 40 يارد عن مرمى فريق نادي القرمة، هنا على المرمى لكن بعيدة إلى الخارج، ومعها تأتي صافرة النهاية للشوط الأول من لقاء القرمة والكهرباء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف ما بين الفريقين. أحبة استراحة قصيرة ثم العودة وإياكم مع مطلع الشوط الثاني لهذا اللقاء.
علي خليل يقطع الكرة. علي صعبة على علي، صعبة على علي، لكن ببراعة مار 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 مار. برافو علي، خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول. محمود أحمد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 25 من عمر المباراة. محمود أحمد بعد كرة اجتازه، كنت أظن أن لا يجتازه ولا يستثمرها. علي خليل اللي يتوغل ويهيئ كرة على طبق من ذهب إلى محمود أحمد اللي يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم بعد أن سجل في شباك القاسم، يسجل اليوم في شباك نوروز. كرة جميلة يتوغل من خلالها علي خليل. علي خليل ببراعة هيئ كرة حلوة على اللاعب. شوف 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 شوف، اجتاز اثنين من اللاعبين، مر علي خليل هيئها إلى محمود. محمود لعبها على العمود البعيد وسجل أول أهداف المباراة. شوف 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 شوف، اسيست رائع 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 من علي خليل. علي خليل لمحمود أحمد، ومحمود أحمد على العمود البعيد يحرز أول أهداف المباراة لمصلحة نادي نفط البصرة بالدقيقة 25 من المباراة، ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك القاسم. شوف كرة ومرت بخطأ دفاعي قاتل من مدافعي نادي نوروز. كرة اللعيب بالراس خطيرة يخلصها حسام، ومرة أخرى بعد خطرة. جول 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 جول. أسو 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 لعب كرة، وعلي صالح يسجل هدف التعادل بالدقيقة 29 من عمر المباراة. علي صالح يسجل بالدقيقة 29 من عمر المباراة هدف التعادل لفريق نوروز. علي صالح بالدقيقة 29 يسجل هدف الثاني بعد أن سجل في شباك الحدود. كرة من كرة عرضية، شوفها 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 شوفها، شوف الكرة من كرة ثابتة بالرأس ارتدت من حسام. كرة عرضية، علي صالح الخالي من الرقابة، شوف من بين المدافعين بشكل مستريح وعلى بعد ياردة واحدة يضع الكرة في شباك حسام مهدي ويسجل هدف التعادل. شوف الكرة ارتدت، أسو هيها، كاتوش لعبها، وعلي صالح استقبلها إلى داخل الشباك، وهدف التعادل لفريق نوروز بعد أقل من 6 دقائق يعادل نوروز النتيجة. 1-1 الآن، 1-1. مرت على يسار حسين فلاح، شوف شوف علي صالح الخالي من الرقابة يلعب الكرة بسهولة من داخل منطقة الست ياردات. تمركز سليم للاعب علي صالح يدرك من خلال التعادل. عائد إلى مناف، يونس سجاد، سجاد يحاول التقدم، سجاد داخل منطقة الجزاء خطيرة، ممكن الآن أحمد يحيى يحاول أن يسدد، والمحاولة وهدف الشرطة. جول صمد ديالى كثيرا وجاء الهدف أخيرا. صمد ديالى كثيرا وجاء الهدف أخيرا. يتكرر سيناريو مباراة الزوراء، يتكرر سيناريو مباراة الزوراء مع الشرطة هذه المرة ديالى، وهدف لمهند علي. أخيرا مهند علي يسجل في مرمى ديالى. هدف 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 للقيثارة الخضراء، وفرحة جماهير الشرطة، وفرحة جماهير الشرطة. هدف الآن بعدما صمد ديالى 92 دقيقة أمام محاولات فريق الشرطة وهجوم الشرطة، لكن مهند أخيرا الهداف لفريق الشرطة يسجل هدف في مرمى ديالى ويضع ال3 نقاط لغاية الآن مع الشرطة. مهند علي ميمي هدف السادس والعشرين خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة أحمد يحيى، وإنقاذ من صديق جمال، لكن في غاية الجمال يسجل مهند علي لفريق الشرطة هدف الانتصار في هذه اللحظات. مهند علي يتابع كرة أحمد يحيى المبعدة من صديق جمال، يكملها في المرمى ويسجل أول أهداف الشرطة في هذا اللقاء. ديالى والصمود أمام محاولات الشرطة، لكن أخيرا مهند علي يسجل ويفرح جماهير الشرطة، ويتوجه لجماهير الشرطة ليعلن عن الأفراح على المدرجات لجماهير الشرطة في هذه المباراة. إذا مهند علي ذهابا وإيابا يسجل في مرمى ديالى، ورابع أهدافه خلال هذا الموسم في مرمى ديالى. عن الخطورة ومصدرها
هو مصدر الخطورة. هنا التمريرة الجميلة، يحاول يونس. جول 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 جول. يونس حمود يكسر الجمود. دقيقة يونس حمود بعد وقت طويل من الانتظار، بعد وقت طويل من الصبر، يسجل هدف للنجف. يونس حمود وتصويبه خدع فيها أمجد رحيم، قاتل على الكرة، حاول مع الكرة وباستماتة دفاعية بالرغم من خضر علي الذي كان ملتصقا بيونس حمود، إلا أن يونس حمود أصر على التسجيل، أصر على فك النحس، أصر على الإفطار. هل يخلص المباراة مندي؟ مندي والكرة الخطيرة، تصويبه، جول. المدفع السنغالي خلاص يقضي على آمال البرتقالي ويسجل هدف ثاني من دومينيك مندي. استلم الكرة من المنتصف، مر وتقدم وصوب، وأمجد رحيم لم ينجح بتصدي لهذه الكرة، لم ينجح بالتعامل الصحيح مع هذه الكرة. خطأ قاتل من أمجد رحيم يقتل فيها الكهرباء بعد تصويبة قوية من مندي. ومندي يضع النجف، يضع الغزلان بانتصار طال انتظاره من جماهير غزلان البادية. وشاهد الفرحة. أحمد عبد الحسين وبنقله من المدافع جيفرسون باهية يلعبها، هذا التقدم، هذا الجول، هذا الجول، الله يا منتظر عبد الأمير يسجل أول أهداف المباراة هنا بملعب الساحر. تحلق صقور الغربية بأول أهداف المباراة. هتافات الصقور الغربية، حلقت الصقور بهذا التقدم بخطأ نعم ارتكبه الحارس، كان متقدما مهدي هاشم. لا يا مهدي لا، بهذا التقدم كلفت فريقك هدف، كلفت فريقك هدف يا مهدي هاشم. وغلطة الشاطر ملف، وهنا غلطة الحارس تكلف هدف. جميلة لكيسيندا، كيسيندا يبحث كيسيندا العرضية العالية، هدف أول. الله الله الله، السفانة وأول الأهداف. سفانة الجنوب، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد سفانة الجنوب. وبإمضاء من وبرأسية من؟ سالم أحمد اللي هدد بالبداية، والآن يؤكد تقدم الميناء برأسية جميلة مثالية باغتت حارس المرمى عبد العزيز عمار. 9 وسجل بالدقيقة 9 أيضا. هذه فرصة، هذه خطيرة للميناء. الله، جول للسفانة، هدف ثاني للسفانة. حميد علي هو بالدقيقة 40. شوف تبادل التمريرات، شوف علاء عبد الزهرة اللي قدم تمريرة ذكية على طبق من ذهب، والفينشنج اللي كان موجود، الانهاء رغم انها اصطدت بالحارس عبد العزيز عمار، لكن الكرة كانت مباغتة من بين الأقدام، وبذلك حميد علي يسجل ثاني أهداف الميناء. دخول ممتاز، كرة مباغتة صعبة على الحارس. شوف يحتفل. هنا كرة لكربلاء، هذه فرصة للعميد، هذا مرور جميل، هذا تسديده، وهذا هدف أول. الله، جول جول جول، وعن طريق الهداف. عفوا بالإعادة، هي بدأت من مشتاق طالب وتمريرة عن طريق أوس محمد والدخول والتصدي، لكن عبودي كما يحلو أن يسمونه، عبودي عبد القادر طارق يسجل هدف تقليص النتيجة بهذه الأثناء. تمكن من التصدي للأولى عبد سليم حماد، لكن بالثانية كانت صعبة، وبذلك عبد القادر طارق
يسجل هدف أول لكربلاء. فريق مر بظروف وضغوط وتغيير على مستوى المدربين، بدأوا بالقطري السيد وسام رزق، بعد ذلك الأمر تغير بانتداب السيد لؤي صلاح بن النادي السابق، ومن ثم علي عبد الجبار. الله، السهرات الجميلة تبدأ بالحلوى، والحلوى من العماني. تبدأ مباراة اليوم، تبدأ قمة اليوم من أجل كلمة الصقور، من أجل كلمة العريق، تأتي عن طريق من؟ عن طريق الصبحي ولا فوزي؟ من وضعها في الشباك؟ من أسكنها مرمى صالح؟ من سجل الهدف الأول؟ حوار وتوجيهات، مبادرة وهدف وانطلاقة كبيرة تأتي الآن. يبادرون مبكرا، والمخرج لا زال عينه على فوزي في الكرة الأخيرة. لاحظنا الذي سجل هو الصبحي وليس عصام. الكرة عالية ورأسية عصام. الصبحي من سجل وليس فوزي، والبداية من العماني، الرأسية من العماني، عرضية إيسايا من نسر نيجيريا إلى ابن السلطنة، إلى من يبدأها بحلوة عمان. يأتي اليوم ويسجل هدف التقدم للقوة الجوية. ولا في وسط الملعب تلعب باتجاه ويليام جيبور، يبحث عن زميل، يبحث عن من يصل. ويليام جيبور الليبيري. الله، هدف ثاني، هدف تأكيد الانتصار. ويليام جيبور وإن غاب لكن الحضور كبير، وإن لم يسجل لكنه لا يسجل إلا أهداف خارقة للعادة. هدف رائع جدا من ويليام جيبور من صقر العقاب، يسجل اليوم من أجل أن يعود فريق القوة الجوية، من أجل عودة الصقور. جيبور يقول كلمة أيضا، جيبور يسجل أول أهدافه مع الصقور. هنا ويليام مر، هنا ويليام وصل، راح راح راح، ومصطفى رعد هنا راح مع هبوب الرياح. لاحظ هنا الكرة الأخيرة وصلت عالية باتجاه ويليام جيبور، لوحده مر، سدد كرة في أقصى الزاوية مع القائم. ما بال القائم الذي ساعد القوة الجوية في هدفين. كرة قوية جميلة من القائم الأيسر إلى المرمى، وصلت إلى هدف ثاني، وصلت إلى التأكيد. هنا الهدف، هنا الرائع والجميل والاحتفال الرهيب بالخبرة. سعد الآن يقف من أجل الثالث للصقور. سعد يتقدم على كرة الجول. الله، على سكة الموت يسير الصقر ولا يبالي، تسير القوة ولا تبالي. من قال إن القوة الجوية ضاع، من قال إن القوة الجوية يمر بأيام صعبة، هي عودة الصقور، قد عادت القافلة، قد حلقوا مرة أخرى بالتاريخ والماضي والحاضر. وإن عصفت بهم الرياح، فالرياح جزء من هوية هذا النادي. سعد بن علي عبد الجبار، وسعد ينفذ على طريقة الكبار. وفريق التاريخ يعود بثلاثية الآن على استاد التاريخ، وفي جوار قبر سيد التاريخ في بلاد رافدين، بجوار قبر عمو بابا، وأمام أنظار الأسترالي الجديد جراهام أرنولد بالحاضر القريب. سعد يسجل، وكرة تلعب إلى الأمام. ميسوكي، 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 هل هو الرابع يا ميسوكي؟ هل هو الرابع يا ميسوكي؟ الله، أسد الكاميرون يضع البصمة على رباعية تاريخية. الآن سير الأسد، عانى سير الأسد. يأتي ميسوكي من بلاد الكاميرون ليسار في بغداد. الكرة من دون أوفسايد، في أوفسايد. عينك على حكم الفار، وحكم الفار سيؤكد بأن الهدف شرعي. ميسوكي وصالح هذه المرة لا مجال، لا محال. رباعية تاريخية، عادت الصقور، عادت إلى ثوبها القديم، ثوب الإبداع والتألق. أنت ترتدي ثوب العريق، أنت تسير برتبة النقيب، وهذا عليك اليوم أن تسجل الأهداف وتظهر في هذا الفريق. هنا الحكاية. يوسف بمواجهة فهد، ركلة الجزاء الآن. يوسف بن سودة يتقدم. الله، هدف لأربيل. هولير يتقدم الإمبراطور، وعن طريق التونسي هداف الفريق يوسف بن سودة يسجل أول أهداف المباراة ليتقدم من ركلة جزاء. القلعة الصفراء
بأول الأهداف هنا في فرانسو حريري، يتقدم ويسدد بيساره على يسار حارس المرمى ليتقدم أربيل، ليسجل أربيل ويفتتح باب التسجيل في مرمى فهد طالب، في مرمى الطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. فرحة سمير بهذا. بالتعادل بدون أهداف ما بين الفريقين، وأعتقد حيدر عبد الكريم يشترك الآن مع تشكيل فريق نادي الكهرباء في أول تغيير للمدرب راضي شنيشل. إذن على بركة الله حكم اللقاء الدولي واثق محمد يطلق الصافرة لبداية الشوط الثاني مع فريق القرمة اللي بدأ يلعب من اليسار لليمين والكهرباء من اليمين لليسار. عائدة لحارس المرمى ليس ساجد، كرة قريبة للخط الجانبي لمصلحة فريق نادي الكهرباء. حكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ لركلة حرة. هذا معين أحمد لاعب الوسط لفريق نادي الكهرباء. ستار جبار، هناك خطأ ركلة حرة مباشرة، إن شاء الله بالسلامة لوقاع رمضان. وقاع رمضان مع وجود خطأ وركلة حرة لصالح نادي الكهرباء. هنا تدخل من ريتشارد اللي عنده هدف على نادي الطلبة. ريتشارد حسين جاسم هو اللي خرج، وحيدر عبد الكريم، حيدر اللاعب القادم من الزوراء، حيدر عبد الكريم بديلا لحسين جاسم. أول تغييرات المدرب راضي شنيشل، محاولة لصالح نادي الكهرباء لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. حيدر عايد كان واضح امامنا في الصوره. هذا ايضا خضر علي. جيفرسون باهية يعيدها لليس ساجد حارس المرمى لنادي القرمة. من جديد الى جيفرسون باهية اللاعب البرازيلي قلب الدفاع لنادي القرمة، يحاول التقدم جيفرسون، قلها للوسط الى شهاب، مرور لشهاب رزاق، حاول التقدم الشهاب، عملية تمرير الامام، مؤمل ومحمد مزهر، سلامة لشهاب رزاق، كارمو، محمد مزهر عائدة لجيفرسون باهية. القرمة عملية تغيير منتظر قريبة لمنطقة جزاء نادي الكهرباء. أومارو، عملية تغيير لعب من أومارو لكن عادت من جديد، وهذا اللاعب علاء الدين يفتك الكرة إلى كارمو، حاول يهيئ كرة داخل منطقة الجزاء لمرمى فريق نادي الكهرباء اللي يدافع بنفس الطريقة اللي دافع من خلالها في الشوط الأول. هذا هو كارمو اللاعب هيرنلسون، دفع منتظر يحصل على خطأ ووجود ركلة حرة لصالح نادي الكهرباء. منتظر عادل، منتظر عادل، احمد خلف سبق وان درب الطلبة طبعا النجف، قوة جوية، عمل مساعد مع المدرب ثار أحمد مع أربيل، مع الإنجازات اللي حققها ثار أحمد لقبيا مع فريق نادي أربيل، وأيضا درب أمانة بغداد وكان مساعد مع ثار أحمد مع أمانة بغداد ثم مدرب أول. حكم اللقاء الدولي واثق محمد أشار لوجود خطأ لصالح نادي الكهرباء. ستار جبار، تمريرة خاطئة من ستار جبار إلى خارج أرضية الملعب.
لرمية جانبية. هذا منتظر بعيد عن منتظر عادل إلى خارج أرضية الملعب لرمية جانبية. لرمية جانبية. بطاقة صفراء. لاحظ هذه اللي شاهدناها طبعا على منتظر عادل، اللي حصل على بطاقة صفراء منتظر عادل. كرة عن طريق الوسط، والصراع لا زال مستمر، صراع خط الوسط ما بين لاعبي. هذا حيدر عبد الكريم، مر حيدر بأول لمسة بدخوله في مطلع الشوط الثاني. محاولة خطيرة ممكن يستغلها فريق الكهرباء داخل منطقة جزاء القرمة. منتظر حاول عملية اللف والدوران قريب لعلم الزاوية لمرمى فريق نادي القرمة، يعيدها للخلف داخل منطقة الجزاء. خطيرة ممكن حيدر عملية تسديد لكن سهلة تصل لحارس المرمى ليث ساجد. هذا هو حيدر عبد الكريم لاعب منتخبنا الشبابي. حيدر عبد الكريم لاعب الوسط لفريق الكهرباء. محمد مسر ضاعت على الشاب رزاق، عادت لمنتظر عادل لصالح نادي الكهرباء. احمد عايد من جديد يحاول التمرير اقرب لمنتظر داخل منطقة الجزاء. خطيرة ممكن الكهرباء بدأ يهاجم على مرمى فريق القرمة. مرور ناجح لمنتظر، منتظر يسدد لكن ريتشارد في اللحظة الأخيرة وعملية الإبعاد. الأوغندي يتصدى لمحاولة لاعب منتظر عادل، تستمر المحاولة خطيرة وهدف أول. الله 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 على هدف جميل. الله يا معين أحمد، الله هدف جميل للكهرباء في مرمى القرمة. بكرة مقصية جميلة لفريق الكهرباء، ومعين أحمد يسجل هدف أول بطريقة جميلة. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة داخل منطقة الجزاء. الله 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 على معين أحمد، الله على معين أحمد. والعمل كل العمل لوقاع رمضان اللي هيأها بهذه الطريقة لمعين أحمد، وبكرة مقصية يلعبها على يمين حارس المرمى ليس ساجد ليسجل فريق الكهرباء أول أهداف المباراة. هدف جميل للكهرباء وعن طريق اللاعب معين أحمد. معين أحمد يسجل لفريق الكهرباء. هل هناك شيء في غرفة الفار؟ إذن هدف صحيح ويعتمد لفريق نادي الكهرباء. يسجل اللي في هذه اللحظات الكهرباء يحرك المياه الراكدة معين أحمد لشوط أول، وأيضا تقريبا أكثر من 7 دقائق لبداية الشوط الثاني. يسجل هدف جميل معين أحمد لفريق الكهرباء في مرمى القرم. بعد 3 جولات لم تكن نتائجها جيدة لفريق الكهرباء، الآن يتقدم على القرمة صاحب النتائج جيدة في آخر 3 جولات، يعني 9 نقاط كاملة، 3 مباريات 3 انتصارات للقرم. لحد الآن يتأخر أمام الكهرباء، والبداية القوية للكهرباء من خلال الشوط الثاني. هذا منتظر عادل، منتظر حيدر عبد الكريم، عملية تمرير للمنتصف. حيدر عبد الكريم يغير اللعب هناك على الطرف الأيمن. الكهرباء يحقق أفضلية من خلال الدقائق اللي مرت من البداية للشوط الثاني. هدف جميل. عادت للكهرباء من جديد. منتظر عادل، منتظر حاول يمر، يعني قبل الهدف أيضا منتظر كان عنده الفرصة للتسجيل. محاولة خطيرة على مرمى القرمة لكن بعيد، مرت من أمام الجميع لتصبح رمية جانبية من الجهة البعيدة لصالح نادي القرم. هذا وقاع رمضان اللي هيئ كرة جميلة برأسية استقبلها معين أحمد، وبكرة مقصية يسجل هدف أول لفريق الكهرباء في مرمى القرم. رمية جانبية للكهرباء، يعني
الشوط الأول فريق القرمة حقق أفضلية على حساب الكهرباء، لكن أفضلية بدون تسجيل، لكن الاستحواذ كان بنسبة كبيرة لفريق القرمة على حساب الكهرباء. لكن البداية في الشوط الثاني الكهرباء هو من يحقق الأفضلية على حساب القرمة، واستطاع الوصول إلى المرمى والتسجيل. وبعد ذلك ننتظر ردة الفعل من نادي القرمة صقور الغربية أمام البرتقالي. هل سيعود لأجواء المباراة؟ هل يعدل؟ هل يقلب الطاولة على الكهرباء؟ هذا ما ننتظره في قادم اللحظات من عمر الشوط الثاني لهذا اللقاء. هذا هيرنرسون كارمو إلى مؤمل عبد الرضا، يعيدها إلى ريتشارد جيفرسون باهية جهة اليسار لنادي القرمة. جيفرسون ينقل كرة داخل منطقة الجزاء، لكن لا وجود للاعب لمهاجم لفريق نادي القرمة داخل منطقة جزاء نادي الكهرباء. هجوم الآن للكهرباء، حيدر عبد الكريم يحاول ينطلق الأمام. حيدر هي كرة إلى وقاع، الله 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 الله، العارضة 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 تقف حائل أمام وقاع رمضان. تسديدة قوية من وقاع رمضان، هزت العارضة لمرمى فريق نادي القرمة، لنادي القرمة وبطاقة صفراء. هذا وقاع رمضان لاعب يمتلك الخبرة، لاعب ذو إمكانيات ممتازة، ومعين يتلقى بطاقة صفراء، سجل هدف والآن يتلقى بطاقة صفراء معين أحمد لاعب الوسط للكهرباء. لكن لو نشاهد اللقطة من جديد لمحاولة وقاع رمضان والعمل اللي كان عن طريق اللاعب حيدر عبد الكريم لوقاع اللي سدد بقوة، لكن ردتها العارضة ومنعت هدف ثاني لفريق الكهرباء في مرمى القرم. تصطد بمنتظر عادل إلى رمية جانبية، ثاني مواجهة تاريخية، لأن القرمة يادوب فترة قليلة في الدوري من الدرجة الثانية للأولى للممتازة، وبعد ذلك وصل إلى دوري النخبة 4 سنوات. لكن الكهرباء 20 عام وهو موجود في دوري الكبار، لذلك ما كانت مواجهات سابقة ما بين فريقي القرمة والكهرباء، فقط لقاء الذهاب في هذا الموسم وانتهت 1-1. والآن الكهرباء يتقدم على القرمة بهدف. هل سيعود ويعدل للقرمة؟ يوسف أومارو، منتظر، تمريرة خاطئة من منتظر، عادت للاعبي فريق الكهرباء. علي رحيم للمنتصف من جديد للكهرباء، ستار جبار جهة اليسار، منتظر عادل، هي كرة الأمام منتظر عادل لكن بعيدة محاولة منتظر. هذا منتظر عبد الأمير من جانب فريق القرمة، لدينا منتظر عادل ومنتظر عبد الأمير لاعب القرمة ولاعب الكهرباء. منتظر عادل، عملية الهجوم ريتشارد المدافع اللي يتقدم لأمام ريتشارد الأوغندي، يلعبها إلى منتظر عبد الأمير، عملية تغيير جهة اليسار، ممكن الآن يسدد على المرمى لاعب علاء الدين الدالي اللاعب السوري، لكن ضاعت على علاء الدين لتعود للكهرباء عن طريق الوسط. مرور ممتاز، تمريرة أكثر من رائعة، لكن الحارس يلعب دور المدافع ليث ساجد حارس المرمى لنادي القرمة، وتصل بعد ذلك إلى حارس نادي الكهرباء أمجد رحيم. أمجد رحيم. المبارتين بنفس النتيجة، زاخو والتقدم على القوة الجوية، والكهرباء يتقدم على القرمة. اعتقد سيدفع ب3 تغييرات المدرب أحمد خلف مدرب فريق نادي القرمة، 3 تغييرات. محاولة قريبة الخط الجانبي، عادة لاعبي فريق نادي القرمة الآن. منتظر عبد الأمير، محمود خضير، كرة الأمام، وقاع، عملية تمرير خطيرة، منتظر، ممكن ثاني للكهرباء، لكن الحارس ليث ساجد. حلوة، منتظر عادل يواجه المرمى، لكن الحارس لفريق القرمة يتدخل بشكل رائع. فرصة أخرى ضاعت على الكهرباء،
منتظر عادل كان قريب من التسجيل. لاحظ هذه الإعادة وكنترول ممتاز من منتظر عادل، حاول أن يضعها من تحت أقدام الحارس ليث، لكن ليث حارس مرمى شاب، حارس ممكن يكون له مستقبل مع منتخباتنا الوطنية. ليث ساجد حارس القرمة. هذه المحاولة لصالح نادي الكهرباء، أفضلية واضحة للكهرباء، خطورة واضحة للكهرباء على مرمى القرمة اللي لم يستطع إيقاف محاولات لاعبي الكهرباء. ساعة من اللعب، 60 دقيقة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. هذا معين أحمد صاحب هدف المباراة الوحيد، يشكو من إصابة. لاحظ منتظر، وبعد ذلك معين حاول المرور من أمام ريتشارد. اعتبرها حكم اللقاء الدولي واثق محمد طبيعية جدا. لاحظ هذه الإعادة وتسديدة اللاعب وقاع رمضان اللي هزت العارضة لمرمى فريق القرمة. تسديدة قوية لكن العارضة ترتدي اللون الأبيض. بنفس ألوان أصحاب الأرض، النوارس الزوراء اللي كان منافس على اللقب مع الشرطة، لكن أخيرا الشرطة يحسم الموضوع ويتوج بلقب دوري نجوم العراق. إذن عودة إلى الفار. سالم عامر في غرفة الفار بانتظار القرار. هل هناك ركلة جزاء للكهرباء أم تعتبر طبيعية؟ تدخل لاعب ريتشارد مع اللاعب معين أحمد بانتظار القرار من سالم عامر. إذن عودة إلى الفيديو. حكم المباراة بنفسه تأكد من اللقطة الماضية. ريتشارد اللاعب الأوغندي مدافع فريق نادي القرمة. هذه هي الإعادة. ننتظر القرار من حكم المباراة وتدخل من ريتشارد على معين أحمد. هل هناك تدخل؟ هل هناك تهور من ريتشارد؟ هذا ما يقرر حكم المباراة. القرار يبقى أولا وأخيرا للدولي واثق محمد. أكيد هو راح يكون واثق من قراره، سواء احتسب ركلة جزاء أو لم يحتسب ركلة جزاء. واثق محمد. هل هناك دعس على القدم؟ من ريتشارد. ننتظر القرار من واثق محمد. هل يتجه لركلة جزاء؟ إذا ركلة جزاء للكهرباء، ركلة جزاء للكهرباء، ركلة جزاء للكهرباء يحتسبها حكم اللقاء الدولي واثق محمد. اعتبر تهور من ريتشارد وضرب على القدم، وبالتالي حكم المباراة يعطي ركلة جزاء لصالح نادي الكهرباء على حساب نادي القرمة. لاحظ هنا الإعادة والتدخل من ريتشارد مع معين أحمد وركلة جزاء. إذا سجل هدف معين ويصنع ركلة جزاء لفريقه في هذه الدقائق، ومن سيكون هو على التنفيذ لركلة الجزاء المحتسبة لصالح نادي الكهرباء. ريتشارد والحديث مع حكم اللقاء الدولي واثق محمد. ريتشارد. هذا محمد عدنان دوحي يشترك الآن، ومحمود خليل أيضا. إذن جون أوكلي، محمد عدنان ومحمود خليل، ثلاث لاعبين يشاركهم المدرب أحمد خلف في هذه اللحظات، لكن التغيير جاء بعد احتساب ركلة الجزاء. محمد مزهر هو اللي غادر ودخول محمد عدنان.
هذا وقاع رمضان. وقاع هل يتمكن من التسجيل امام الحارس الشاب ليث؟ وقاع يتقدم، وقاع يتقدم، وقاع ويسجل هدف ثاني. هدف ثاني للكهرباء. وقاع رمضان، وقاع رمضان يسجل هدف ثاني للكهرباء في مرمى القرمة، وهدف الخامس مع فريق الكهرباء خلال هذا الموسم. وقاع رمضان سجل في مرمى الحدود ونفط البصرة وأربيل وكربلاء، وهذا هو هدف الخامس مع الكهرباء بقدومه من نادي الكرخ. إذن هدف ثاني لفريق نادي الكهرباء. لاحظ وضع الحارس على اليسار والكرة على اليمين ليسجل ثاني الأهداف للكهرباء. نادي الكهرباء يكشر عن أنيابه من خلال الشوط الثاني، ويستطيع الوصول إلى مرمى فريق القرمة بهدفين لغاية الآن مع التغييرات الثلاثة اللي أجراها المدرب أحمد خلف. ممكن فريق القرمة يعود لأجواء المباراة. دخول لمحمد عدنان ومحمود خليل وجون أوكلي اللاعب النيجيري. تغييرات هجومية للمدرب أحمد خلف. هذا يوسف أومارو. ركلة حرة محمد عدنان اللي اشترك قبل لحظات، دفع على يوسف أومارو. لاحظ هنا الإعادة والتدخل من ستار جبار ليرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة. حكم المباراة يشير إلى وجود ركلة حرة لصالح نادي القرمة. هل يستطيع أن يقلص الفارق فريق القرمة في هذه اللحظات؟ هذا أموري فيصل بديلا لمنتظر عادل. ثاني تغييرات المدرب راضي شنيش. ركلة حرة مباشرة محمد عدنان. ممكن الآن القرمة قريبة جدا من منطقة جزاء فريق نادي الكهرباء. محمد عدنان دوحي على المرمى بالمباشر، لكن أمجد رحيم بمبدأ السلامة عملية الإبعاد. تعود مرتدة الآن. ممكن فريق نادي الكهرباء أموري مع التدخل هنا معين أحمد إلى أموري فيصل اللي اشترك قبل لحظات. أموري عنده هدفين على الطلبة وزاخو. أموري فيصل عائدة لستار جبار قلب الدفاع لنادي الكهرباء. ستار تكل الكرة بشكل ممتاز. علي رحيم جهة اليمين لعلي خالد اللي يلعب كرة طويلة. علي خالد عملية الهجوم للكهرباء. الكهرباء الآن بدأ يحقق الأفضلية من خلال الشوط الثاني على حساب نادي القرمة. عملية تمرير لكن لم تمر بهذه الطريقة. ممكن ثالث وهدف ثالث للكهرباء. أموري فيصل يسجل هدف ثالث للكهرباء. بدأت الأخطاء الدفاعية للقرمة تكثر في هذه اللحظات، يستغلها لاعبي الكهرباء ويسجل ثلاثية الآن للكهرباء في مرمى نادي القرم. نادي القرمة 3 الآن فريق الكهرباء لا شيء لفريق القرم. يقلب الأمور تماما فريق الكهرباء من خلال الشوط الثاني. لاحظ الأخطاء الدفاعية. ريتشارد ارتكب ركلة جزاء والآن يرتكب خطأ ويكلف فريقه هدف ثاني، وعمل ممتاز من أموري فيصل ويفتك الكرة من أمام ريتشارد ويضعها على يسار حارس المرمى ليس ساجد حارس المرمى لنادي القرم. 3 الكهرباء. ثقيلة على القرم، ثقيلة جدا النتيجة على القرم. هي أكبر نتيجة للقرمة خسرها أمام الشرطة 4-0 أمام حيرة المدرب أحمد خلف والمساعد وسام طالب. في هذه الأثناء يبدو لي هناك عودة إلى الفار. لاحظ هنا الإعادة. هذا آلان أيضا دخل. آلان كاوا عمر مع فريق نادي القرمة. هل هناك خطأ لصالح نادي القرمة قبل التسجيل للهدف الثالث لفريق نادي الكهرباء؟ الكهرباء في الشوط الثاني شكل ثاني. الكهرباء في الشوط الثاني شكل ثاني بعدما كان الشوط الأول فريق الكهرباء لم يظهر بصورة ممتازة، بينما كان فريق القرمة هو صاحب الأفضلية.
على حساب الكهرباء، لكن في الشوط الثاني أكيد مع حديث المدرب راضي شنيشل مع لاعبيه مع بعض التغييرات اللي أجراها على مستوى التشكيل، دخول حيدر عبد الكريم قبل أموري فيصل، وبالتالي فريق الكهرباء الآن يسجل 3 أهداف، لكن يبدو لي هناك عودة إلى الفار. هذه الإعادة أوه هل هناك تسلل؟ وقاع وأموري فيصل. الكهرباء لا زال حديث إذن هدف ثالث يعتمد لفريق نادي الكهرباء. 3 الكهرباء لا شيء لنادي القرم. ثقيلة على القرمة، النتيجة ثقيلة على القرمة في هذه اللحظات، 3 أهداف. إذن معين أحمد وقاع رمضان، وبالتالي أموري فيصل يسجل 3 الأهداف للكهرباء و3 أهدافه في دورينا خلال هذا الموسم. هنا المحاولة محمود خليل اللي اشترك قبل لحظات. محمود خليل آلان، كرة عالية للأمام، بعد من ريتشارد، خطأين من ريتشارد اللاعب الأوغندي كلف فريق القرمة هدفين. وقع، هذا هو ريتشارد، كان في اشتراك مع وقاع رمضان وعملية الإبعاد. اليوم ريتشارد وضعه ليس على ما يرام. محاولة تعود الوسط لمصلحة فريق نادي القرمة. هذا كارمو، آلان عيدة لحارس المرمى. عادت للوسط الآن، عملية الهجوم الآن للكهرباء، عملية تغيير اللعب إلى جهة اليسار، المحاولة تستمر. هذا وقاع رمضان، وقاع قريب من عند أموري فيصل. أموري عيدها إلى علي رحيم، علي رحيم إلى ستار جبار، يحاول يغير اللعب هناك على الطرف الأيمن إلى منتظر. المحاولة تبقى بحوزة لاعبي فريق نادي الكهرباء اللي يغير كل شيء في الشوط الثاني، الأداء والنتيجة أداء جميل جدا من لاعبي فريق نادي الكهرباء من خلال الشوط الثاني على حساب القرمة. أموري، هجوم للكهرباء، حيدر، أموري، لكن ضاعت على لاعبي فريق نادي الكهرباء. محمود، خليل عنده هدفين على نادي القاسم والحدود خلال هذا الموسم. يعني محمود خليل لم يشترك كثيرا كأساسي مع تشكيل فريق نادي القرمة. هذا جون أوكلي واحد من بدلاء فريق نادي القرمة، ممكن الأون والحارس بعد ذلك، وهدف هدف 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 لنادي القرمة يوسف أومارو، هدف 11 يوسف أومارو، وهدف نادي القرمة الأول في مرمى الكهرباء. هدف 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 لنادي القرمة في مرمى الكهرباء عن طريق اللاعب من النيجر، هذا يوسف أومارو، الهداف لنادي القرمة خلال هذا الموسم ب 11 هدف الآن، مع هدف اللي سجل الآن. لاحظ الإعادة مرت على محمود خليل ويتابعها يوسف أومارو ويسجل هدف أول لصالح نادي القرم. 4 أهداف من خلال الشوط الثاني، يعني الشوط الأول انتهى بدون أهداف. لاحظ التمريرة من محمد عدنان دوحي، وبعد ذلك تهيأت من محمود خليل يتابعها يوسف
أومارو ويضعها في المرمى ليسجل هدف أول لصالح نادي القرن. 3-1 أصبحت النتيجة الآن. شوط ثاني مختلف، شوط ثاني جميل، شوط ثاني أداء ونتيجة تغيرت تماما عن الشوط الأول اللي كان شوط أول رتيب وأغلب الكرات كانت محصورة في منتصف الملعب، لكن الشوط الثاني شاهدنا القدرة الهجومية لفريق الكهرباء، ويأتي الرد الآن من فريق القرمة ليسجل أول أهدافه عن طريق يوسف أومارو. 3-1 النتيجة الآن. خطأ لصالح نادي الكهرباء. ركلة حرة للكهرباء. الدولي واثق محمد ينفذ الخطأ الآن. عادت لحارس المرمى أمجد رحيم، دوره إلى ستار جبار. ضغط من قبل لاعبي القرمة. لاحظ يهاجم ب4 إلى 5 لاعبين الآن فريق القرمة، لكن فريق نادي الكهرباء يحاول أنه مع تقدم لاعبي فريق القرمة الاعتماد على الكرات الطويلة للوصول بشكل أسرع إلى مرمى فريق القرمة لإضافة أهداف أخرى قبل ربع ساعة من النهاية. لاحظ هذا الهدف الثالث لأموري فيصل، لاحظ مرة أولى وثانية، والمتابعة كانت جيدة من أموري ليضعها في المرمى على يسار حارس المرمى ليس ساجد ليسجل ثالث أهداف فريق الكهرباء. 3 الكهرباء 1 القرمة. 3 الكهرباء 1 القرمة. لاحظ هنا الإعادة وريتشارد ارتكب ركلة جزاء، أخطأ الآن، هدفين يتحملهن بشكل كبير اللاعب ريتشارد غاسكا اللاعب الأوغندي. أموري فيصل لاعب منتخب شباب العراق وكابتن منتخب شباب العراق اللي كان في بطولة كأس العالم في الأرجنتين. أموري فيصل. كرة تعود من لاعبي الكهرباء، عائدة لحارس المرمى من أمام اللاعب جون أوكلي اللاعب النيجيري. جون أوكلي عنده 5 أهداف على نفط ميسان، هدف، 2 على نوروز و2 على نفط البصر. لاعب النيجيري والمهاجم مع فريق نادي القرمة جون أوكلي. عادت للدفاعات لفريق نادي الكهرباء. عملية تمرير في المنتصف. كرة لا زالت بحوزة لاعبي فريق الكهرباء اللي أدي أداء ممتاز في الشوط الثاني من خلال نقل الكرة بشكل جميل. كرة عادت الوسط. محمود خليل ينقل الكرة الأمام. محمود جون جهة اليسار، محاولة أقرب محمد عدنان. ستار، عملية التدخل من ستار تعود إلى جون أوكلي اللي يعيدها لآلان. آلان إلى كارمو حاول أنغولي يعيدها إلى ريتشارد الأوغندي البرازيلي جيفرسون. عملية تغيير إلى محمد عدنان. هذا دوحي حاول يمر دوحي، عنده 6 أهداف دوحي، عنده 6 أهداف دوحي، سجل على الشرطة والحدود ونفط البصرة والميناء، يعني هدفين على الحدود ونفط البصرة وعلى الميناء وعلى كربلاء. 6 أهداف لمحمد عدنان دوحي مع فريق القرمة خلال هذا الموسم. هنا خطأ وركلة حرة غير مباشرة، حالة تسلل للكهرباء تنفذ أقرب لستار جبار، يحاول التقدم لأمام ستار، ينقل الكرة إلى جهة اليسار. الكهرباء شوط ثاني مختلف تماما إلى وقاع رمضان. كرة إلى جهة اليسار، محاولة تستمر. معين أحمد يفتك الكرة. معين، أداء ممتاز لمعين في هذا اللقاء. معين أحمد يقدم أداء ممتاز جدا. معين حاول يمرر الأمام معين، لكن تدخل من جيفرسون يعيدها لحارس المرمى ليث. عملية تمرير الأمام. محمود خليل من أمام الكرة مقطوعة، عادت الوسط لصالح نادي الكهرباء. أعتقد هناك تغيير للكهرباء أيضا، سيغير لاعب آخر. هذا محمود خليل. إذن محمد سويعيد أعتقد
محمد رمضان وقع رمضان، اعتقد هو اللي راح يغادر. والموريتاني محمد السويعيد يشترك. تغيير آخر للكهرباء. هذا هو محمد السويعيد. معين أحمد يترك المباراة، قدم أداء ممتاز جدا معين أحمد، ويشرك اللاعب الموريتاني محمد سويعيد في هذه اللحظات. محمد السويعيد يشترك الآن مع تشكيل فريق نادي الكهرباء. محمد السويعيد عنده هدفين على أربيل والكرخ. محمد السويعيد اللاعب الموريتاني. جهة اليسار جيفرسون يغير اللعب لجهة اليسار من جديد. فريق نادي القرمة يحاول الضغط على مرمى الكهرباء، يحاول أن يصل إلى مرمى الكهرباء. المحاولة عادت محمد سويعيد بأول لمسة. هذا وقع رمضان، حاول التقدم أمام وقع، محاولة تستمر، ممكن وقع مر بهذه الطريقة إلى أمور فيصل يسدد، لكن الحارس ليث مرة أولى وثانية. حلوة لليث، حلوة لليث ساجد. أموري فيصل شعلة من النشاط لأموري بعد دخوله إلى المباراة خلال الشوط الثاني. أموري فيصل سجل هدف ويحاول مرة أخرى على مرمى فريق القرمة للوصول إلى هدف ثاني برصيده الشخصي ورابع لفريق الكهرباء في مرمى القرمة. لاحظ الإعادة وهنا التسديدة من أموري فيصل. كرة تعود إلى جهة اليسار لمصلحة نادي القرمة، قريبة إلى علم الزاوية، مر إلى خارج الملعب لركلة مرمى. لركلة مرمى. هذا علي خالد. أمجد رحيم حارس المرمى لنادي الكهرباء. وقع يطلب الكرة من أمجد. وقع رمضان صنع هدف وسجل هدف. محمد سويعيد مرت من أمام محمد سويعيد، تعود لدفاعات نادي الكهرباء. المحاولة تستمر عن طريق الوسط، عائدة لحارس المرمى أمجد رحيم. ضغط من يوسف أومارو على الحارس أمجد. هذا جيفرسون، خطأ دفاعي آخر لنادي القرمة، ممكن يستغل الكهرباء ويسجل رابع. هذا وقع، ممكن رابع. وقع 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 والحارس ليث. حلوة للحارس ليث. وقع رمضان، مر بطريقة جميلة وسدد على المرمى، لكن الحارس ليث لا زال متألقا رغم أن مرماه تلقت 3 أهداف، لكن لا زال متألق. هذا سويعيد. سويعيد مرة أخرى والرابع الرابع 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 للكهرباء. الله الله على الكهرباء والشوط الثاني. أي شوط يقدم فريق الكهرباء الشوط الثاني من خلال اللمحات الجميلة، من خلال الأداء الجميل، من خلال الأهداف الأربعة الجميلة، وأخيرا عندما يشترك لاعب مع الكهرباء يسجل رغم العمل الكبير اللي قام من خلال الحارس ليث ساجد. لكن الدفاع لفريق نادي القرمة في الشوط الثاني لم يكن بالشكل المطلوب، وبالتالي الأهداف تتوالى لفريق الكهرباء في مرمى القرمة، ويسجل رابع أهداف الكهرباء. رابع أهداف الكهرباء في مرمى القرمة. الله الله على التمريرة. الله يا أحمد عايد على الأسيست الجميل من أحمد عايد، وبعد ذلك المتابعة من محمد سويعيد ليسجل رابع أهداف الكهرباء في مرمى القرمة. 4 للكهرباء. هذا أحمد عايد لاعب ممتاز، لاعب جيد. الآن في كل هدف عودة إلى الفار، في كل هدف عودة إلى الفار. إذن هدف للكهرباء، 4 الكهرباء 1 للقرمة. أكثر المتشائمين من جمهور القرمة لم يتوقع هذه النتيجة. الكل لم يتوقع هذه النتيجة. يعني الشوط الأول الشوط الأول اللي انتهى بدون أهداف، القرمة حقق الأفضلية النسبية على فريق نادي الكهرباء، لكن في الشوط الثاني الكهرباء غير.
يقدم شوط ثاني أكثر من رائع، قد يكون هذا أجمل أشواط اللي يقدمها الكهرباء في دوري نجوم العراق خلال هذا الموسم. الشوط الثاني شوط جميل رائع لفريق الكهرباء. كرة عن طريق الوسط، علي رحيم، ولا زال الكهرباء يمارس الضغط على مرمى فريق القرمة رغم أنه متقدم ب4 أهداف، والقرمة حائر تائه في الشوط الثاني. فريق القرمة حائر وتائه في الشوط الثاني. هناك المباراة اللي تجمع زاخو بالقوة الجوية، 2 لزاخو، لا شيء للقوة الجوية، لا شيء للقوة الجوية. كرة تعود للوسط لمصلحة فريق نادي الكهرباء، يعني حتى الفوز يعني للكهرباء يبقيه في المركز الثالث عشر بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني عشر نوروز. وعلى فكرة الكهرباء سيلاقي نوروز في الجولة القادمة، بينما القرمة أيضا هو الآخر يبقى في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط 55. كان عنده الفرصة الارتقاء لو فاز على نادي الكهرباء، ممكن يرتقي إلى المركز الخامس لو فاز. لكن الأمور تقريبا انتهت لصالح نادي الكهرباء، 4 دقائق تفصلنا على النهاية. أعتقد الأمور خلاص انتهت. هذا أحمد عايد اللي صنع الهدف الجميل لمحمد السويعيد. تغيير خامس وأخير للقرمة. علي مهدي يشترك الآن بديل لمؤمل عبد الرضا. دخل آلان، دخل جون أوكلي، دخل محمود خليل، وعلي مهدي الآن، و5 تغييرات لم تغير على واقع الأداء لفريق القرمة من خلال الشوط الثاني. كرة عادت الوسط، جيفرسون إلى جون أوكلي جهة اليسار لمصلحة فريق نادي القرمة، أقرب لكارمو. علي مهدي، كارمو، جيفرسون حاول التقدم، يلقى الكرة قريبة لمنطقة جزاء الكهرباء، يدافعون بشكل ممتاز ويهاجمون بشكل ممتاز فريق الكهرباء. القرمة لم يظهر بشكل جيد في الشوط الثاني. القرمة عملية الهجوم وقع رمضان، حاول السويعيد داخل منطقة الجزاء لكن تدخل من ريتشارد اللي ينقلها إلى كارمو. عملية تمرير للأمام، محمد عدنان يعيد للخلف، محمد عدنان. تبقى المحاولة لمصلحة فريق نادي القرمة، تبقى المحاولة للقرمة. كرة عن طريق الوسط، عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيسر، المحاولة تستمر لمصلحة فريق نادي القرمة داخل منطقة الجزاء. يوسف أومارو من أمام الكرة، أبعدت يوسف أومارو. عملية الهجوم، حيدر عبد الكريم، حيدر ممكن يوقع، وقع طويلة على وقع، وسرعة من ريتشارد مع وقع. لاحظ تفوق بالبنية الجسمانية القوية للاعب ريتشارد مع وقع رمضان. بعد ذلك مرت هذا محمود خليل مثل الكرخ وأيضا النفط. محمود خليل أيضا لعب للكهرباء. محمود خليل أيضا لعب للكهرباء. هنا الحارس لنادي الكهرباء أمجد رحيم جهة اليسار، عملية تمرير الأمام، عادة الوسط، حيدر عبد الكريم عيد إلى ستار جبار. كرة يتناقل لاعبي فريق الكهرباء، يقتربون من انتصار كبير فريق نادي
كهرباء. كرة عادت الوسط، تمريرة أمامية إلى وقاع رمضان. وقاع حاول التقدم، يعيدها للمنتصف. كرات لا زالت بحوزة لاعبي فريق نادي الكهرباء. وقاع يمرر بشكل خاطئ، خطأ على لاعبي فريق نادي الكهرباء مع وجود ركلة حرة. لاحظ هذه تمريرة وقاع اللي صدى لها الحارس ليث ساجد، حارس المرمى لفريق القرمة. طبعا هذا أكبر فوز يحققه فريق الكهرباء خلال هذا الموسم، أكبر فوز يحققه هذا الموسم. كان عنده فوز هو الأكبر لفريق الكهرباء على أربيل 3-1. أكبر نتيجة تلقاها هي الخسارة من أربيل 4-3 فريق نادي الكهرباء، لكن هذا هو الفوز الأكبر. ممكن حيدر داخل منطقة أوه، خطأ على حيدر، خطأ على حيدر عبد الكريم، خطأ على حيدر عبد الكريم. ركلة حرة لصالح نادي القرمة. أكبر فوز للقرمة في هذا الموسم كان على نفط البصرة 5-0، لكن أكبر خسارة تلقاها أمام الشرطة 4-0، واليوم لغاية الآن هو خاسر أمام نادي الكهرباء 4-1 فريق نادي القرمة. كرة النقل لمصلحة فريق الكهرباء قريبة من خط الجانب، تدخل على وقاع رمضان، وحكم المباراة هذا علي مهدي، واحد من البدلاء الخمسة لفريق نادي القرمة. إن شاء الله بالسلامة لوقاع رمضان، خلاص الأمور انتهت المباراة. لاحظ هذه بعض اللقطات من مخرج المباراة. كرة النقل وسط لحيدر، عملية تغيير للمنتصف. إذا الكهرباء أيضا يغير على مستوى التشكيل في هذه الأثناء. داخل منطقة الجزاء، تسلل غير موجود، لكن طالت إلى خارج الملعب، طالت إلى خارج الملعب. أيضا المدرب راضي شنيشل غير لاعبين، اشترك مرتضى هديب، مرتضى هديب اشترك مع مؤمل محمود. أيضا أجرى تغييرين المدرب راضي شنيشل، خلاص أيضا راضي يشرك لاعبيه الخمسة، وفريق القرمة أيضا أشرك لاعبيه الخمسة. هذا مؤمل محمود اللي اشترك مع فريق الكهرباء، بالإضافة إلى مرتضى هديب. تغييرات لراضي شنيشل مدرب فريق نادي الكهرباء. كرة عادت الوسط، الكهرباء خلاص ينهي الأمور في هذه اللحظات، ويرفع رصيده إلى 48 نقطة، وهدف خامس، هدف خامس. أوه، ركلة جزاء قد تكون، أو هناك حالة تسلل على مؤمل محمود. راية وجود حالة تسلل، كادت أن تكون نتيجة كارثية على فريق نادي القرمة لو سجل الخامس فريق الكهرباء، لكن حالة التسلل على مؤمل تمنع هدف خامس، هدف خامس وركلة جزاء كان ممكن أن تكون لمصلحة فريق نادي الكهرباء على حساب القرم. ركلة حرة غير مباشرة من حالة تسلل. هل هناك عودة إلى الفار؟ هل حالة التسلل موجودة؟ الآن البينالتي ممكن.
جماهير القرمة أكيد غير راضية على ما قدم الفريق في هذه المباراة. الشوط الأول كان أداء جيد فريق القرمة، لكن في الشوط الثاني تغير كل شيء. الكهرباء يفرض أسلوبه الهجومي والإيقاع الجميل اللي قدم فريق الكهرباء من خلال الشوط الثاني، تمكن من تسجيل 4 أهداف ونتيجة مستحقة للكهرباء. إذن حالة تسلل على مؤمل محمود، حالة تسلل وركلة حرة غير مباشرة. إذن في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا، حكم اللقاء الدولي واثق محمد يطلق الصافرة النهائية الكاملة لمباراة الكهرباء والقرمة لحساب الجولة 37، لتنتهي هذه المباراة بفوز نادي الكهرباء ب4 أهداف مقابل هدف واحد لنادي القرمة. مبروك للكهرباء هذا الفوز، نقول هارد لك للقرمة إن شاء الله فيما تبقى لهم من مباراة واحدة في الجولة الأخيرة لدوري نجوم العراق. أحبتي نلقاكم في مواعيد جديدة مباراة قادمة. تقبلوا تحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي.